النهارده هنتكلم عن اقل واحد في الجنه منزله، اخر واحد هيدخل بعد ما الناس كلها دخلت، وبعد ما الجنه اتملت باللي سبقوه. واحد اتحرق شوى وفضل يدعي ويقول يا رب، يا رب اخرجني من النار حتى ولو عند بابها، والله سبحانه وتعالى خرجه منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكب مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا الآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي، قدمني إلى هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتك سألتني غيرها. فيقول: لا والله لا أسألك غيرها. فيقدمه الله إليها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين. فيقول: أي ربي، قدمني إلى هذه. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقدمه الله إليها، فإذا بلغها سمع أصوات أهل الجنة